السماسرة جابوا له المشجعين نزلهم بالمجان، ودى السماسرة عمولتهم، وقال انه نحن كل السودانيين بيجونا دايرين اي خدمه دايرين. ده نحن ما غريب علينا، وده ده وانا بقول ده عيب جابوا لنا جدودنا، يعني ما قايل انه في نهايه العمر بيذلنا، علمونا الكرم والشهامه والشجاعه والمروءه، ما قايل لنا بيجي اخر العمر نزلنا بها. نعم. نحن بنفتخر بها، ما بنقول عيب. لكن الشيء شفناه امبارح في دائره الضوء والليله من الاعلام المعروف ابراهيم حجازي، والله حقيقه شيء يزعج. وبعدين شنو لغايه بيعملوها مع ناس بقول لك ده النواب في مجلس الشعب نايب يعني، ومحمد فؤاد فنان معروف يعني، لو من جمهور عادي نقدره، نقول ده جمهور عادي قد يكون منفعل، قد يكون وفي جمهور ممكن يفلت يقول ايش، لكن مسؤولين احنا بننذبح، احنا بنتقاتل، وين انتوا وين؟ نحن في الصومال، احنا في السودان، ما في زول مات ولا في زول اتقتل. بعدين واحد بيقول بيعملوا حلقه بيقول في يعني انتهكوا حرمات الحريم قدامنا، قلعوا الملابس. انت جيت حي كيف؟ انت في مرق قدامك قلعوا هدوم، انت جيت حي كيف؟ انت مالك ما دافعت عن شرفك ومت في اللحظه جابوك جثمان. نقول شهيد ونفتخر بك. نحن واحده يجيبوها محتجزه وتبكي وهناك. نحن ناكد انه الدراما المصريه متفوقه على الدراما السودانيه. ده شعب يجيد التمثيل ويجيد الابداع، وزول محتجز بيعرف التليفون غنوي يتصل عليها، والمحتجزين بيتفرجوا فيك نعم. وعرفتها كيف وانت ما قادر تحدد مكانك. المهم انا والله علاقه حميمه بيننا وبين الشعب المصري، وعلاقه نفتخر بها ونحتز بها، وبمرور الزمن اصلا ما بيجي. انا بشكر كل الجهات الغاده اللي عندنا اللي استبسلوا في المهمه دي وادوها بنجاح. وكمان شنو نحن والله بس ما دايرين الاعتذار من الصحفي ابراهيم حجازي، اعتذار، والاعتذار ذاته الدوله ما تكلفنا في سفيه. نعم. وقبل في برنامجه في الاعاده بقول انا بيعرفني كمال حامد، الاستاذ كمال حامد الاعلام المعروف عندنا، والله نحن بنرى انه بس استاذ كمال حامد يضرب ليه ويقول لي اعتذر للسودانيين، ولا الدوله تتدخل ولا حاجه بتستاهل. نعم محمد موسى، بالتاكيد انت قلت في البدايه ده عيب ورثونا لجدودنا، هو ما عيب، دي صفات سوداني الاصيل، الكرم والشهامه ما غريبه علينا، وبالتاكيد هي صفات متوارثه. مهما كانت الدوافع ومهما كانت الاسباب لن يتاثر السودانيون مهما حاول الاخرون انه يهزوها.